بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده ان شاء الله احنا مكملين مع بعض دورة الفراخ البيضاء. هقول لكم بالتفصيل برضو انا بعمل معاهم ايه، لان زي ما انتم ملاحظين انا ما بنزلش يوميا عليهم فيديوهات. هقول لكم بكل امانه برضو انا بعمل ايه علشان الكل يستفيد. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، رجاء ارفعوا الفيديو باللايك حبايبي. حطي بس اللايك على الفيديو علشان ان شاء الله باذن الله يوصل لعدد كتير. انتوا بعدم التفاعل ده الفيديوهات اللي انا بصورها دي والله كاني ما بصورش حاجه. فانتي حطي بس اللايك على الفيديو او حطي لي اللايك على الفيديو ان شاء الله باذن الله هتستفادوا. عايزه بس برضو قبل ما اخش على تفاصيل الفيديو عايزه اخد رايكم في حاجه. ايه رايكم نبدا نعمل بس كده شويه مع بعض؟ قولوا لي كده الميعاد اللي يناسبكم نبدا نفتح بس ان شاء الله باذن الله. حتى يوم فيه مفيش نفتح بس كده نص ساعه ولا حاجه للاستفاده. فلو حابين فكره البث قولوا لي ان شاء الله اعمل معاكم بس، لانكم انتوا طبعا وحشتوني ونفسي كمان نرجع نعمل بث تاني من اول وجديد. بصوا حبايبي، عايزه اقول لكم على حاجه. النهارده العمر الكام؟ النهارده العمر ال 24 يوم في عمر فراخنا. اللي هيعرف ايه الاخطاء اللي في الفيديو دي ليه فرخه هديه مني ان شاء الله. لا بصوا هقول لكم على حاجه. اولا زي ما انتم شايفين كده، ده كده بالليل الروتين اليومي بتاعي اللي انا بعمل ايه. شايفين ما شاء الله صدر الفرخه عامل ازاي؟ ده كده الناس اللي بتسالني دي كده فراخ نوعها كب حبايبي. ده فرزه اولى. الفرزه الاولى زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بيكبر من غير اي حاجه. فيديو النهارده هتكلم معاكم ايه الخلطات اللي انا عملتها. انا ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه خالص. بس كل اللي انا عملته بحط اعشاب بسيطه خالص على العلف، وساعات ما بحطش الميه. يعني لو عملت شاي يوم في يوم مفيش بحط مثلا شاي. لو عملت مثلا اي حاجه كركديه ساقع احط لهم شويه كركديه. يوم في يوم مفيش مثلا ممكن احط معلقه خل. هو ده اللي انا بعمله بس. ما جبتش علاج، ما جبتش اي حاجه، ما استخدمتش ولا بصل صحيح ولا توم صحيح ولا اي حاجه. الميه ممكن اعصر عليها ليمونه. ممكن اجي بالليل بس فتره بالليل بس احط ربع معلقه عسل اسمر في شويه ميه كده وعليهم عصره ليمونه واقدم لهم يشربوا. انما بالنهار انا ما بحطش اي حاجه. بالنهار نص كوبايه او نص السقايه ميه ساقعه والنص التاني ميه من الحنفيه. هو ده اللي انا بعمله، ما بعملش اكتر من كده. معنى الكلام ده ايه؟ ان احنا مش محتاجين نعمل خلطات. طيب ازاي انا برضو وصلت للوزن اللي معايا ده؟ زي ما انتم شايفين هوزن معاكم. يعني انا ان شاء الله باذن الله اما ابدا كده هوصل على الشهر ان شاء الله باذن الله هكون عديت ال 2 كيلو كمان. يعني 2 كيلو مش اقل من 2 كيلو الاوزان هتكون عندي ان شاء الله باذن الله. بس دايما عشان كده بقول لكم خدوا بالكم من كل حاجه. ده ليه؟ لاني انا دايما مهتميه بالفرشه. زي ما انتم شايفين ده كده روتين الليلي. لازم بنضف الفرشه من تحتيهم من بالليل. بالنهار ما بنضفش خالص خالص. فتره النهار دي يا دوبك بحط الميه والعلف، ما بحركش الفراخ، ما بحطش علف كتير قدامهم. بالليل بحط علف كتير. بالنهار بسيب العلفه الصراحه فاضيه لحد بعد العصر. هما لو قاموا لقطوا كده شويه تمام. ما بهتمش بالاكل خالص بالنهار لان الجو بيبقى حر. كل ما الفرخ ما بيكبر كل ما بيحتاج ان انت توسعي. مهتميه بالتهويه، مهتميه بالفرشه. نوع الفرخ طبعا مساعدني ان هو يديني اوزان حلوه كده. الفرخ اللي هو يبقى قرع زي ما انت شايفه وما يكسيش معاكي ريش كتير، ده الفرخ اللي تبداي تجيبيه. ده الفرخ الحلو جدا. نوعه كب. جايباه فرزه كويسه. الصراحه المعمل ده انا اول مره اتعامل معاه، بس ان شاء الله باذن الله مش هتكون اخر مره. فراخه عجبتني جدا. زي ما قلت لكم كل اللي اهتميت بيه التهويه، الفرشه، خلطات بسيطه بسيطه جدا. تمام. ما اعتبر ما بعملش اصلا خلطات. تهتمي دايما بلون السبله عندهم، تشوفي لون الحمام شكله عامل ازاي عندهم علشان خاطر تعرفي ايه المشكله اللي عندك. برضو ما دخلتش اي علاج، ما جبتش اي حاجه. الاستفاده من الفيديو ده حبايبي، حابه بس اقول لكم ان انت مش شرط كل يوم تعملي خلطه للفراخ البيضه ولا حاجه. بصوا بقى زي ما قلت لكم اللي هيعرف في الفيديو ايه الغلط اللي انا غلطته، ان انا مصغره السقايه ومصغره العلافه. هنا بدات اكبر العلافه واكبر السقايه. ده كده احنا الصبح تمام. فبدات ان انا اكبر لهم العلافه واكبر السقايه. طبعا العلافات دي حلوه جدا. انا انصحك للناس اللي ما عندهاش مكان واسع كده زيي او بتربي في بلكونه، العلافه دي موجوده في كل حته. وعلى فكره فيها مقاسات، في مقاس اصغر من كده شويه وفي مقاس اكبر من كده شويه. لو جبتيها هتوفر معاكي طبعا مساحه. حاجه كمان فكرتها حلوه جدا ان انت تبداي تدقي لها في الحيطه، تعلقيها في الحيطه في اي مكان انت عايزاه.
كمان لما بيبقوا صغيرين بتصغريه شويه، بتوطيها، ولما بيكبروا بتبداي ان انت ترفعيها شويه برضو بالمسامير، ما فيهاش اي مشكله. حلوه قوي، انصحك تجيبيها، احلى من العلافه التانية بكتير. ودايما دايما نصيحتي ليكي اعملي مستوى الميه ومستوى الاكل يكون عالي. فدايما ارفعي كده الميه وارفعي الاكل. انا عايزه الفرخ يتعود وهو بياكل وبيشرب يقوم يقف كده زي ما انت شايفه. فبدات هنا حطيت شويه علف صغيرين خالص. هنا بقى اوريكم العصافير، بشوفهم باضوا ولا لسه. لا لسه ما باضوش، بس هم ان شاء الله هيرجعوا يبيضوا تاني باذن الله. فحبيت برضو ان انا اوريه لكم وكده. بصوا بقى حبايبي، باكد عليكم العلافه لازم تكون كبيره شويه، السقايه برضو كبري. ابدأي كده علي مستوى الاكل عشان يبداوا ياكلوا. ابدأي دايما افرزي الفراخ عندك. شوفي كمان لون السبلة عندهم ايه الدنيا الوضع. ان شاء الله باذن الله مش هتحتاجي لاي خلطات ولا اي حاجه. طبعا نخاف لما نلاقي بقى لون الحمام بدأ يبقى اخضر، لون الحمام بدأ يبقى احمر، اصفر، الكلام ده كله ده كده اسهال يخوفنا. انما لما تلاقي لون الحمام سايب شويه، ما تقلقيش خالص، عادي، ده طبيعي من الحر. وطبعا زي ما بقول لكم في الوقت ده حطي بقى نشا في الاكل، اعملي شاي، الكلام ده هيتظبط معاكي هيتظبط معاكي. انما انا اخاف من اي لون حمام تاني شكله غريب، ابدا بقى ان انا اقلق وابدا اشوف انا هعمل ايه. ليه بقى؟ لانك انت لو اهملتي الاسهال هيبدا الفرخ يخس معاكي. يعني هتوزيني النهارده هتبصي تاني يوم هتلاقيه بدا يخس معاكي وبدا الوزن يقل. ودايما نصيحتي ليكم برضو تابعوا الاوزان. الناس اللي عندها ميزانه، انا الميزانه زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو، انا بحطها في البلكونه وبوزن كده كل يومين ثلاثه. ببدا اوزن اشوف الاوزان عامله ايه، الوضع ايه. الحمد لله الوضع عندي زي الفل. الفراخ دي لو قعدت لحد 45 يوم، بصي ممكن تخش على ال4 كيلو. انتوا متخيلين؟ ما شاء الله. نوع الفرخ دايما بقول لكم حلو. بصي هنا انا بقول لك انت ممكن بقى ان انت تعمليها بمسامير في الحيطه. طبعا هتوفر معاكي، او تجيبيها على قد المساحه اللي انت عايزه تحطيها في الحيطه. وتبداي كده ان انت تظبطي لك عشه، وان شاء الله باذن الله هيبقوا زي الفل معاكي. ودايما نصيحتي ليكم دخلوا الخير في بيوتكم. ان شاء الله يا رب تجيبوا 5 فرخات بس على قدك، هاتي، مش هتحسي بمصاريفهم ولا اي حاجه. احنا مكملين مع بعض. صرفنا قد ايه برضو بكتب في ورقه وقلم، ونهايه الدوره ان شاء الله هحسب معاكم وهنشوف الاوزان قد ايه بالظبط، ال8 فرخات دول وزنهم قد ايه، وكسبنا ولا خسرنا. هعمل لكم ان شاء الله باذن الله دراسه جدوى. بس خليكم معايا في الفيديوهات دي. اتمنى بقى لو وصلتي معايا لنهايه الفيديو، هو الفيديو ده للاستفاده، ان انا اقول لك ان انت ممكن ما تعمليش اي خلطه، بس اهتمي بالفرشه والتهويه ودرجات الحراره، هيكونوا معاكي زي الفل باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره على خير حبايبي، مع السلامه.